السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة بتاعة الحاتي. كفتة الحاتي سهلة وجميلة وما تشتريهاش من بره. تشتريها من بره ليه؟ غالية، وبرضه حاطين فول صويا ومكترين اللحمة. احنا هنعملها مع بعض. انا جبت مقدار نص كيلو لحمة، بصلاية، قرن فلفل، ده فلفل احمر اللي هو الالوان، وحزمة بس خضرة اللي هي مش كزبرة، بقدونس وجبت فول صويا، وبشرت حتة ليا، الحتة البيضة دي ليا، يعني فول الصويا وبعدين الليا وبعدين اللحمة وبعدين البصلة والفلفل والخضرة بس. وحطينا ملح وفلفل وكيس اللي هو الجاهز بتاع الكفتة الحاتي. بس هنقلب كل المقادير مع بعض. الفول الصويا يا جماعه كوبايه مثلا، ونقعتها في ميه، سبتها لما تتنقع ساعه ولا حاجه، وبعدين كده صفيتها من الميه كويس جدا، وقلبتها مع بعض. وحاطه البصلايه لما ضربتها في الكبه برضو صفيت الميه من البصله كويس جدا، وصفيت الفلفل برضو من الميه منه، وخليت الميه بقى بتاعت البصله والفلفل اهي اللي قدامكم في الطبق الازاز ده، هنصبع بيه الكفته. نقص ايدينا كده ونصبع الكفته بس. اللي هي بقى طبعا بتودي الكفته في حته تانية خالص. الكفته الحاتي لازم يتحط لها ليا، هي والحواوشي يا جماعه، بتدي طعم تحفه، بتدي طعم الكفته الجاهزه. والكب بقى ديت الاستانلس اللي انا عملت فيها الحلوه الجميله دي، دي كان جايه لي هديه، واللي جابها لي الله يرحمه وندعي له بالرحمه. بس جميله جدا وبتاخد كميه كبيره. وانا بقى هضرب بقى كل ده في الكبه تاني، يعني انا هضرب بقى الفول الصويا مع البصل مع اللحم مع التوابل، نعملهم عجينه بقى كده، عجينه الكفته عشان تبقى متماسكه وحلوه. هي ممكن تاخد نص البتاع، بس الكميه انا عملتها على 3 مرات. بصوا بقى لغايه لما بقت عجينه معايا فيها خيوط كده، بس كده بقت كده تمام. الكفته جهزت، هنصبعها ونشيلها في اطباق ونحطها في الفريزر. وعلى قد بقى ما انت عايزه، بسم الله ما شاء الله. ونص كيلو اللحمه عمل لي كيلو 200 جرام. انا وزنتها بس انا مبينتش ما صورتش الفيديو بتاع لما وزنت الكفته بس. يعني انا بقول لكم ومصداقيه وطعم وريحه، انا بقول لكم وانا بعملها كده ريحه الكفته ماليه البيت بصراحه. ريحه الكفته النيه لما تشوي بقى ابقى اوريها لكم واصورها معاكم واوريكم برضو واحنا بنشويها. انا بعمل بقى صواني، بعمل مشويه واعمل جنبها مكرونه ورز بسمتي، وساعات بعملها صينيه تحتها بطاطس بصل طماطم حلق، وفوقها الكفته صوابع وندخلها الفرن. بس احنا دلوقتي هنصبحها ونشيلها ونحطها في الفريزر. احنا دايما بجيب لحمتي بالشهر واحط حاجتي في الفريزر واطلع منها. هعمل البرجر برضو واصوره معاكم واوريكم وانا بصور، بس انا حبيت النهارده اوريكم الكفته. انا جهزت الكفته بس. انا حسيت ان الكفته دلعه شويه، فحطيت لها شويه ملح وعجنتها ببعضها تاني. بس ايه، انتوا دول الحياء او اعرفي الملح قد ايه. يعني انا حطيت معلقه ملح، لا حسيت ان هي عايزه تاني، وانا ما بحبش الكفته مالحه، بحبها حياءها مظبوط، فخفت املحها ولا حاجه، فانا حطيت الملح. بس حسيت ان هي عايزه ملح تاني، زودت شويه ملح وعجنتها تاني. بس كده كده تمام. حضر بقى الطباق اللي احنا هنحط فيها. لو عندكيش الطباق دي حط في اكياس، بس ما تحطيش الكياس فوق بعضها، جمدي الكياس جنب بعضها، وبعد كده اما تتجمد تحطي فوق بعضها عادي يعني، عشان الكفته ما تتطبقش. بس دول سيخين من سياخ الشيش الخشب، بس انا ما عملتش في واحد، جبت 2 علشان تبقى الفراغ اللي في الكفته. انا بحب الكفته مفرغه من جوه، بتستوي وما تبقاش معجنه، وبتبقى هشه كده وجميله. انا نسيت احط حاجه، انا ساعات بحط بيكنج باودر، شويه بيكنج باودر كده بينفشوا العجينه. عايزه تحطي حطي معلقه بيكنج باودر وعجني، بس مش عايزه تحطي تمام كده. انا بعملها من غير وبتبقى زي الفل.
انا كده هصبع بقى معاكم. ميه البصل والطماطم حطيت عليها حبه فلفل اسمر وحبه ملح. وابتديت احط منها بقى اعوص ايدي كده واروح مصبعه بيها الكفته. بصوا ده صباع كبير، لو عايزه اقل من كده اعملي. الصوابع الكفته بقى حسب ما انت عايزه، طويله قصيره تخينه رفيعه، دي حسب ما انت بتحبي. بس هي كده كده لما تكون رفيعه ومفرغه من جوه بالشيش كده بتبقى حلوه ومستويه وطعمها جميل. تسويها على الجريل، تسويها في الفرن بقى، تسويها على الفحم، سيان، كله نفس الطعم. انا كنت بشتريها جاهزه من عند الجزار، كان بشتريها مصبعه كده، بس لقيت لما انا اعملها في البيت اوفر وارخص، بوفر كتير. يعني انا جبت كيلو، نص كيلو لحمه عمل لي كيلو 200 جرام، يعني ضعف، اكتر من ضعف النص كيلو. حطيت عليه فول صويا والبصل والفلفل والخضره، بسم الله ما شاء الله، رمى معايا حبه حلوين يعني. بصوا اهو بوريكم. دي بقى ايه، انا بدل ممكن تحطي بابريكا في التوابل، وممكن لو عندك قرن فلفل الوان كده احمر يعني تضربيه برضو في الكب زي البصل، بس صفيه من الميه كويس جدا عشان الكفته ما تفكش. حتى البصل برضو صفيته من الميه، والفول الصويا صفيته كويس كده، مفيش اي ميه اي سوائل في الكفته عشان ما تفكش منكم. ولو مش عايزه تحطي فول صويا انتي وراحتك، اعمليها لحمه بس، هي مقادير نفس دي، بس تحطي معلقتين دقيق او بقسماط، عشان لو اي سوائل في الكفته الدقيق بيشربها. انا هحط طبقات كده واحط بينهم كيس، بس انا لقيته عايز صباع تاني، رحت قلت لا، عشان الطبق تبقى يا دوبك. انا بقى بطلع الطبق على قدي، شوف انت بتحتاجي قد ايه، كام صباع مثلا، عددكم قد ايه، وتعملي الطبق على قد ما انت هتطلعي وتجهزي. او كيس يا جماعه، اللي ما عندوش طبق فل زي دي ولا يتعب نفسه خالص. بص انا بوريكم هنا ان انا بعملها من غير سيخ خالص، انا بعملها على ايدي، وبرده هتبقى حلو زي الفل. يعني لو انت ما عندكيش سيخ الشيش ده، اهي اعمليها بصباعيه كده على ايدك. انا بوريكي، بس انا هعملها برده بالكيس بالشيش بالسياخ يعني، علشان انا بحبها مفرغه من جوه. ولو عندك بقى اللي هو السيخ بتاع الكفته بتاعت الشوي يعني الشوايه، اعملي بيها يبقى افضل برضه. بس انا عشان ما عنديش عملت بالسيخ بتاع الشيش. يعني ما تعطليش على حاجه، واعملي امكانياتك واللي انت عندك اعملي بيه، واعملي زي ما انت عايزه ببيتك. يعني ما تحاوليش تعطلي على حاجه. تقولي انا ما عنديش الصيغ دي هعملها ازاي، اعمليها على ايدك. انا ما كنت لو ما عنديش هصبها على ايدي، مش هعمل يعني فراغ من جوه عادي يعني، مش هيحصل حاجه. بس لما تبقى مفرغه من جوه بتفرق، تاكليها كده اكنها جاهزه بصراحه. وعود الخضره شايفين باين ازاي في الكفته، كفته جميله ومجربه. ولو رايحه مصيف او داخل عليك المدارس، تعمليها لاولادك في المدارس سندوتشات، وجهزي بانيه برضو. وولادك اللي ما بياكلش، في اكتريه الولاد دلوقتي ما بياكلوش الجبن، فتعملي لهم كفته وتديها لهم وهم رايحين الحضانه المدرسه كده في اللانش بوكس، هيبقى جميل. تعملي لهم سندوتشات، حبه طحينه، مايونيز، كاتشب، زي ما انت عايزه. بصوا جميله. كل ده من نص كيلو لحمه. يعني انا لو رحت عند الجزار وكنت جبت نص كيلو كفته، كان هو هيبقى طبق واحد من دول. بس بصي بقى نص كيلو لحمه فرق معايا ازاي. انا بحب اعمل حاجه في البيت، عشان هو كده كده الجزار بيحط فول صويا، وبرده عشان يكسب، ما هو لو عملها صافي مش هيكسب. فانا ليه، طب انا اعملها انا وتبقى بايدي ونضيفه وحاجه انا عارفاها واوفر بصراحه. يعني انت وفري واعملي حاجه تانية. يعني ممكن تجيبي كيلو لحمه وتعملي برجر وكفته، وتعملي وتقسميهم بقى على الشهر كله. والله العظيم توفير، فعلا توفير كل الكميه دي. يعني بدل ما كنت هعمل مره واحده من نص كيلو، هعمل 3 مرات، 3 اطباق. انا وزنت الطبق لقيته 400 جرام على فكره، وفي طبق 400 يعني 400 جرام يعني 500 الا حاجات بسيطه.
هو يعني نص كيلو نص كيلو، الا صباع ولا نص صباع مش هتفرق يعني. بصوا، وجميله ونضيفه، وريحه بقى ما اقولكوش، ريحه الكفته كفته يعني. البرجر بقى سهل برضو، هبقى اعمله معاكم ونتصوروا مع بعض. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، واكتبوا لي في الكومنتات كومنت حلو منكم كده، ودعوه حلوه، وصلوا على النبي في الكومنتات يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. ويلا بقى كل سنه وانتم طيبين، ما اطولش عليكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب الفيديوهاتي تكون بتعجبكم. انا بقالي كتير ما صورتش، بس هصور لكم ان شاء الله وانزل لكم باذن الله باستمرار. وشجعوني بدعوه حلوه ودعوه من قلبكم كده في كومنتات. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.